يعني الفيديو ده هيفيدك جدا 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 في ان انت تظبط اللايف ستايل بتاعك. ازيك عامل ايه؟ بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. بقالي كتير ما بتمرنش. فترة كده بتعدي على الواحد تحس انت مش عايز تعمل اي حاجة. بقالي اسبوعين بحاول ان انا ارجع تاني اتمرن بعد ما وصلت للشيب ده. عايز ارجع بقى تاني اشد واعمل فيديوز تاني واحاول ان انا افيدكم تاني. المهم فكك بقى من المقدمة اللي هتحس ان هي دراماتيك قوي وبتاع. لا انا عايز اعمل الفيديو ده اتكلم عادي، والفيديو ده كمان هيبقى فلوج. الساعة دلوقتي 3 بالليل، انا صاحي الساعة 12. يبقى فلوج كده خفيف وبتبقى بداية برضو ان انا ارجع اعمل فيديوز تاني. وصلت ازاي للشيب ده او للموضوع ده مش عارف، بس هي كانت حاجه لا مبالاه. يعني كان عندي لا مبالاه بعد ما وصلت لشيب كويس. انا لقيت نفسي اصلا مش عايز اكمل حتى الفيديوز، مش عايز اعمل فيديوز. فانا حاليا قاعد على اللاب. لا مش قاعد على اللاب، يعني انا قاعد فاتح اللاب وبطلع بقى الحاجات القديمه من الهارد وبتاع، بحيث ان انا ابدا انزل يعني الفيديوز اللي انا كنت عاملها على اليوتيوب تبدا بقى تنزل تاني على تيك توك. ابدا ان انا اظبطها يعني من اول وجديد. حاجات بقى كتير حصلت في الفتره اللي فاتت. لبست طبعا نضاره، عندي ضعف في عيني الشمال طبعا بقى من كتر القعده على اللاب بتاع. ساعات كان بيجي لي شغل ان انا اعمل مونتاج لناس تانية. بصراحة زهقت من الموضوع بيبقى ممل لما بتشتغل شغل مش ليك. يعني طول ما انت قاعد بتمنتج حاجات ليك، وطول ما انت قاعد بتعمل حاجات لشخصك انت، الموضوع بيبقى لذيذ، بيبقى ممتع. يعني لك فلات ان انا اظبط بقى الاكل، بروتين مش عارف كارب نضيف، سواء من الرز او بدأت انقي اللي هي السورس الكويس عامة. يعني كيف انتي دي القمر بتاعتي جوجو. خايفة ليه؟ ما تخافيش، يلا امشي. في الأول عملت أسبوع أبر لور، بس بقى إن أنا أرجع يعني تفهم تمرين تاني، لأن هي كانت مفيش. كان أسبوع صعب جدا من ناحية إن أنت بقى يعني وجع المبتدئين بقى، تلاقي الجست عندك فاهم مش قادر، وتلاقي الكتف مش قادر ترفع إيدك. وكان موضوع غريب كده بالظبط. 10 سنين بتمرن، وجع بقى اللي هو في أول التمرين خالص ده كان الموضوع صعب جدا. دول 150 جرام صدور فراخ. طبعا الوزن بيبقى قبل السوا ده في البروتين. الكارب بحب ان انا اوزن بعد السوا مثلا في الرز، لان الرز بيزيد. يعني بحسبها كوكت، اللي هي بعد ما استوت احسب الكارب كوكت. دي حاجه لذيذه. يعني الساعه دلوقتي 4 لسه هاكل، فكده هنأجل التمرين مثلا ل5:30 6 كده. يعني انا في الوقت بتاع التنشيف باخد مثلا 3 وجبات مع الفطار. طبعا انا بقول لك الكلام ده عشان خاطر يعني لو انت حابب ان انت مثلا تاخد فكره من اللي انا بعمله ده وتنفذه في غلو الاسعار بقى والوقت اللي احنا فيه ده. فمش هقول لك بقى يعني خد 7-8 بيضات وبتاع. طبيعي مثلا ممكن اللي هو 3 ده عشان خاطر انت راجل كمال اجسام يعني وبتاع. في الطبيعي بقى لو في امكانيه وبتاع خد يا باشا 5، خد 6، فاهم؟ عيش حياتك مور بروتين، فاهم؟ الدنيا بتبقى جميله جدا. مش هقول لك بقى حاول اشوف لك بقى سورس بروتين يكون رخيص وبتاع. اللي هيقول لك كده ده كذب يعني، فاهم؟ هو كيلو البانيه ده وصل ل 100 جنيه دلوقتي و110 ومش عارفين رايحين لحد فين تاني. هي اللعبه بقت مكلفه اكتر ما كانت مكلفه اصلا. بقى وحش قوي بصراحه من ناحيه المصاريف. فاللي هو انت هتاكل عشان تعمل عضلات ولا تاكل عشان تعيش؟ فالموضوع بقى فاهم بقى رخم، بقى صعب. بس هنحاول ان احنا نعمل حاجه يعني، فاهم؟ يعني حاجه من الحاجات اللي انا فاهم ممتن ليها ان انا كنت بشتغل برضه في ان انا برش لعيبه وبتاع، فاهم؟ لو انا كنت لاعب وبتاع، فاهم؟ لا كنت عادي برش لعيبه. والله رشه لوز العنب والله يا عم رجل. كان ابن لذينه، كان جامد بصراحه، كان جامد وخد اول. هقعد اشتغل على الحاجات اللي هي القديمه واعملها ريلز. يعني الفيديوهات اللي هي القديمه اللي انا كنت مصورها ابدا بقى اعملها ريلز عشان خاطر انزلها على تيك توك. وبرده لو انت مش عندي على تيك توك برده خش على تيك توك اكتب اتس بيج رضا هيطلع لك برده، فاهم؟ تنزل حاجات بقى سريعه لو انت بتحب الشورتس والحاجات اللي هي الريلز والكلام ده. للي منكم ما يعرفش الفيديو ده اللي هو كان ازاي تزود وزنك في خطوتين. هو الفيديو ده كان طويل بس الفيديو ده كان جامد جدا. بس ما اعرفش ليه ما حدش شافه يعني، فاهم؟ لو انت عايز تزيد وزن خد شوف الفيديو ده، هيفيدك جدا. يعني الفيديو ده هيفيدك جدا 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 في ان انت تظبط اللايف ستايل بتاعك. وكان على فكره في حاجات واقعيه قوي وديتيلز كده صغيره الناس ما بتاخدش بالها منها. خش شوف الفيديو. جيم فاضي، مفيش اي حد خالص غير 2-3 مصلحة.
هعمل 15 دقيقه كارديو وبعد كده اخش تمرين تشيست جامده فشخ. حاول ان انا اصورها. تمرينة شيست جميلة. خلصنا تمرين. فراخ برضو ورز. كانت تمرينه جامده قوي. وهبدا اعمل بقى الفيديوهات القديمه ريلز وكده انزلها على التيك توك زي ما قلت لكم. يوم ممتع، بس انا كنت لازم اعمل التجربه دي عشان خاطر ارجع تاني اعمل فيديوهات على اليوتيوب وكده. وانت برضو لو عندك اي استفسار او سؤال او اي حاجه عايز تعرفها في مجال كمال الاجسام في التغذيه، اكتب لي تحت في الكومنتات قول لي ايه الدنيا، عايز تعمل ايه. عندك سؤال مثلا مش لاقي له اجابه او في اجابات على اليوتيوب بس انت مش عارف تلاقي اجابه بسيطه او سهله، فقول لي وانا احاول ابسط لك الموضوع باذن الله. لو عجبك الفيديو ده بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الحاجات دي فاهم بتساعد وبتخلي الفيديو يطلع للناس ويتشاف. حاجه من الحاجات اللي كانت مخليني برده مش عايز اكمل ان يوتيوب محبط جدا ان انت تعمل فيديو طويل عريض ومونتاج وتصوير وبتاع وتتعب وفي الاخر ما بيجيبش فيوز، فاهم؟ على عكس المنصات التانية زي ما بتعمل، يعني بتلاقي مره واحده حد طلع هوب رقص رقصتين عمل عمل 20 و30 الف فيو. ما علينا. انا برضو الكونتنت اللي انا بقدمه ده حاجه تعليميه فمش بتبقى هم كل الناس قوي، عشان كده برضو يعني هو محتوى طويل الاجل ان هو على مدار بعيد. زي ما احمد ابو زيد كان بيقول ان الحاجه التعليميه هي الحاجه اللي بتعيش، برضو المحتوى اللي بيعيش بيفضل يجيب فيوز برضو على المدى يعني الطويل يعني. لكن اي حاجه تانية بتبقى فعلا ترندات وبتاع وبتطلع وبتنزل وحاجات زي كده. يا رب يعني يجعل الحاجه اللي احنا بنعملها دي في ميزان حسناتنا قبل اي حاجه. بس كده يعني ده كان فلوج النهارده. لو عجبك زي ما قلت لك اعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد. اشوفك بقى ان شاء الله الفيديو الجاي يكون عن موضوع جديد. يلا سلام.